عاجل. هذه هي آخر الأخبار المغربية. الحكومة تقرر زيادة في الأجور ابتداء من هذا التاريخ. مرحبا بكم في قناة اليوم بالدارجة. هذه القناة تقدم لكم جديد الأخبار المغربية والدولية. المرجو من المشاهدين الكرام الاشتراك وتفعيل جر الجرس لتلقي آخر الأخبار اليومية. مرحبا بكم في قناة اليوم بالدارجة. هذه القناة تقدم لكم جديد الأخبار المغربية والدولية. الحكومة زيادة في الأجور ابتداء من نهاية الشهر. في التفاصيل، يتوقع أن يتوصل مئة الآلاف من الإجراء والموظفين بزيادات متفاوتة القدر في أجور مع نهاية الشهر الجار. بعدما دخل قرار خفض الضريبة على الدخل لفائدة الأجراء والموظفين حيز التنفيذ ابتداء من شهر يناير الجار. وكشفت مصادر مطلعة أن أغلب التخفيضات تهم الشريحة الآرية بين 4510 و10,000 درهم، حيث ينتظر أن تتراوح الزيادة في الأجر بين 75 درهم وحوالي 187 درهما. خطوة ورغم رمزيتها إلا أنها تأتي في سياق يتميز بارتفاع كبير في أسعار عدد من المنتجات، بما فيها أسعار المحروقات والتي وصلت لأرقام قياسية شأنها شأن المواد الغذائية الضرورية. مرحبا بكم في قناة اليوم بالدارجة. هذه القناة تقدم لكم جديد الأخبار المغربية والدولية. المرجو من المشاهدين الكرام الاشتراك وتفعيل جر الجرس لتلقي آخر الأخبار اليومية. مرحبا بكم في قناة اليوم بالدارجة. هذه القناة تقدم لكم جديد الأخبار المغربية والدولية.